تعال رايح فين؟ عبد الشافي صادق بيقول لك ان الزمالك هيتعاقد مع بغداد ابو نجاح. اسمع الفيديو هيبقى اخوك وما تنساش اللايك. في الساعات القادمه. ايوه هي مفاجاه، ومفاجاه تستحق حضراتكم انكم انتوا يعني تسعدوا بيها، ودي مفاجاه ساره لما يكون هناك صفقه سوبر فشل النادي الاهلي في اتمامها، يبقى دي صفقه مهمه. ومن يتحرك لانهاء هذه الصفقه واحد من اثنين من اهم نجوم نادي الزمالك، يعني نجوم كبار عاشقين لنادي الزمالك، احمد حسام ميدو وهيثم فاروق. يسمعوا قول يا ست جمهور نادي موني، الزمالك. قول المفاجآت انا بتاعتك، شوقتكم، قول. الصفقه هي بغداد بنجاح. ايه رايكم بقى؟ بغداد ونجاح اللي كل شويه النادي الاهلي ياكل بغداد في المطار، بغداد بياكل عند الكفته بتاع الكفته والكباب، بغداد لبس الفانيلا الحمراء. هيثم فاروق هو من رشح هذه الصفقه وباركها كريستيان جروس، بس يتوقف الامر على موافقه اداره نادي الشمال القطري. نادي الشمال القطري، وهيثم فاروق له علاقات كبيره وواسعه في الدوحه مع كل والله يا الانديه عم بقى. باخ، انت لو جبت بغداد ابو نجاح اول حاجه كده فيها ايقاف 10 سنين دي للقيد. ده غير ان اصلا يعني ما سالتش على بغداد ابو نجاح القيمه السوقيه بتاعته كام، او ما سالتش يعني هو بياخد كام مع الفريق اللي بيلعب فيه دلوقتي حاليا، ولا انت ايه الدنيا معاك، ولا انت اي هبده بتطلع تهبدها وخلاص. وطبعا للاسف البعض بيصدق الراجل ده مع انه معروف اخباره كلها كاذبه. لايك وشير.